عن طريق الفرع الجهوي للمحامين بتونس. حاولت يعني أولا الالتجاء إلى الحكومة القائمة آنذاك، حكومة الباجي قايد السبسي، واتصلت بالمسؤولين بوزارته وأحطهم علما بالمخططات التي تضمنتها الإرساليات المشفرة والتي تتعلق جميعها بعمليات إرهابية، منها ما حصل ومنها ما سيقع في المستقبل. يعني التعاطي من حكومة الباجي قايد السبسي في ذلك الوقت بالذات، وأخصه يعني تعاطي وزارة الداخلية، كان تعاطي يعني سلبي إن لم أقل متواطئ للتعتيم على جزئيات وتفاصيل هذه القضية، لأنه رغم خطورة الإرساليات جديتها لا يمكن التشكيك في مصدرها، لأنه جاءت من مصدر يعني موثوق وهو الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وأنا كنت فقط يعني واسطة إني بلغتها وعملت بحث استقرائي أولي حول مضمونها باعتباره أنها كانت مشفرة، واستعنت يعني بإطار سامي في وزارة الداخلية لحل بعض الشفرات منها، وتبينوا أنها فعلا يعني عمليات جدية، خصوصا وأنه بالتاريخ هذاك هناك عمليتان قد حصلتا فعلا، وهي عملية حرق سليانة والملعب بالزرط وما حدث فيه من أعمال شغب وما ترتب عنه من ضحايا. بربي لو كان اسمح لي أستاذي العزيز، لو كان نوضح أكثر الواحد فحوى الإرساليات، سواء الإرسالية هي اللي ميساج، تقصد الميساج اللي يجيو في التليفون، ثم فحواها وأهم يعني ما جاء فيها إن شئنا. هو بالنسبة للإرساليات يعني باش ما نوصلوش يعني لخرق سرية التحقيق، سوف أتحدث فقط عن المواضيع التي حصلت فعلا أو التي تجاوزها الزمن. يعني هناك إرسالية تتحدث عن حرق سليانة، عملية تتحدث عن أحداث شغب في بنزرت، وهذه حصلت فعلا. هناك إرسالية عندما تحصلت على هذه الإرسالية تتحدث عن عملية تفجير للغريبة، تتحدث عن متفجرات، تتحدث عن استعمال يعني أدوات متطورة جدا لتفجير الغريبة، لكن والحمد لله تم منع الغريبة في تلك السنة. تدخلت شخصيا يعني مع سي رفع بن عاشور وكلمته وقلت له المسألة خطيرة وخذوها بجدية، لأنه الأمن في ذلك الوقت كان وضعه هش جدا والتهديدات كانت خطيرة جدا، وما نتصورش يعني الأمن اللي كان متوفر في ذلك الوقت كان قادر باش يمنع عملية تفجير الغريبة، ومنعت فعلا. هناك عملية أخرى تتحدث عن اختطاف أخ الباجي قايد السبسي لاستبداله بعماد طرابلسي. هناك عملية تتحدث عن عملية وقعت في منوبة، وهنا نستحضر ما حصل مع القص البولوني الذي قيل في ذلك الوقت بأنه قتل من طرف حارس المدرسة، وأنا أشك في هذه الرواية وأتحمل مسؤوليتي، لأنه في الإرساليات نتحدث عن عملية في منوبة. أنا راجعت في تلك الحقبة كل العمليات التي وقعت بالبلاد التونسية كاملة. في منوبة لم يحصل شيء يذكر إلا عملية مقتل القص البولوني. لاحظنا وقتها وأن الجمعيات والأحزاب كلهم تظاهروا وخرجوا ويندوا بالتطرف الديني ويندوا بالعمليات بتاع التصفية بتاع الأجانب يعني كانت عملية مقصودة لإدخال البلبلة والبث في البلبلة وبث الفتنة في البلاد، لكن يبدو أنه مقتله عنده علاقة بالإرساليات اللي كانت موجودة عندي. طيب أنت في المرحلة الأولى قلت رفعت بلغت هذه الأمر للحكومة؟ بلغت للحكومة وقابلت شخصيا الباجي قايد السبسي يعني وتحدثت معه، ولكن الحديث معه كان بعد ما تلقيت جواب وزارة الداخلية اللي كان على رأسها الحبيب السيد، علما وأنه في الفترة تلك يعني كان مدير المصالح الفنية اللي تصطلح عليها عند العموم هي المخابرات كان ياسين التايب. السيد وزير الداخلية أنا كيف قابلته وسلمته يعني الإرساليات هذه يعني ما لمسته أنه كان غير مهتم تماما بالإرساليات، يعني هذا انطباع شخصي، لكن كي تبعت الموضوع وتابعته السيد هذا أنا قدم له 7 إرساليات على غاية من الخطورة ما يرسلها لإدارة المخابرات إلا بعد في الغد تقريبا بعد 12 ساعة. هذا في حد ذاته مثير للريبة، لأني يعني أنا خدمت في الأمن ونعرف كي تجيه حاجة خطيرة شني اللي يقع.
يعني في ثواني تجتمع الإطارات والمديرين العامين وتتفعل الأجهزة والناس تبدأ تخدم والناس تحل الشفرات. أما كيف يخليها عنده نهار كامل ويبعثها من غدوة للمصالح الفنية، هذا في حد ذاته يثير نقطة سنعود استفهام. أستاذي العزيز لبقية التفاصيل. سيسري باعتبارك خبير أمني، الآن الحديث يعني ربما هو الأستاذ شريف الجبالي يتحدث بطريقة قانونية، ولكن لو نحكيه يعني بطريقة ربما يفهمها بقية المواطنين وعامة المواطنين، كيف توصفون هذا الأمر يعني؟ ما هو يمكن توصيفه؟ هل هو مؤامرة؟ ماذا بالضبط يمكن توصيفه؟ هو بعد الثورة الأكيد أنه هناك عديد المؤامرات، مش مؤامرة واحدة يعني، وهذا شيء طبيعي. بعد الثورات هناك مجموعات ما نوصفهاش شنية، لكن كل واحد باش يضرب على مصالحه وباش يضرب على أهدافه اللي كان رسمها، وباش يحاول يحافظ على منافعه. فكان كل شيء جايز من جميع الأطراف. فأكيد أنه مش مستغرب أنه تقع مثل هذه الأحداث للحفاظ على مصالح سواء الطرابلسية أو سواء التجمعيين أو سواء رجال الأعمال اللي كانت عندهم مصالح أو سواء رجال الإدارة الفاسدين. يعني كلهم كانت عندهم مصالح باش يعملوا هكا وأكثر من هكا. فعادي جدا أنهم يربطوا خيوطهم باش يبثوا البلبلة ويحاولوا يفشلوا الثورة وأهداف الثورة. يعني عادي جدا باش نلقاو اتصالات نتاع مجموعات ممكن من برا، ممكن داخل تونس، ممكن ما بين داخل تونس وما بين برا، في ارساليات منظمين رواحهم على اساس عندهم اهداف معينه باش يضربوا معناها مصالح معينه، باش يفجروا باماكن معينه، باش يثيروا بلبله. واكيد انه الهدف انه الثوره ما تنجحش، وممكن يكون ثم تدخل عسكري او تدخل اجنبي او ما الى ذلك. طيب شكرا سيسري. نمشيو لسي فوزي، يعني انتم في وزاره العدل يعني كيف تتابعون التطورات اللي قاعده تشهدها القضيه هذه، خروجها للاعلام والمساحه الاعلاميه الكبيره اللي قاعده تاخذها في الاعلام وفي البلاد يعني؟ هو هذه ليست أول قضية تأخذ حيز إعلامي واسع وتأخذ اهتمام إعلامي وتتحول إلى قضية رأي عام. والقضية هذه بالنسبة لنا كما بقية القضايا يجب أن تكون مناسبة لبناء سلطة قضائية مستقلة، لأنه المهم ليست التفاصيل أو مهما كانت القضية. في النهاية علينا أن نصل إلى الحقيقة في كل ملف، وعلينا أن نتوصل إلى أن تكون هناك سلطة قضائية تحوز على ثقة الجمهور، لأنه المختلفين والأشخاص ويمكن أن يختلفوا في كثير من الأمور، لكن يجب أن يكون لديهم جميعا ثقة في أن هناك مؤسسة وجهاز وسلطة يستطيع أن يضبط الأمور، يستطيع أن يفرض احترام القانون، يستطيع أن يتحرى ويستطيع عندما يتعهد بالملفات أن ينظر في الوقائع ولا ينظر في الأشخاص. بالنسبة للقضاء وبالنسبة لوزارة العدل وهذا ما يهمها، هو أن القضاء عندما يتعهد لا يتعهد باسم الشخص ولا دينه ولا لونه ولا وزنه الاجتماعي ولا منشئه، يتعهد بالوقائع التي موجودة في الملف. هذه القضية هذه، وإحنا في المدة الأخيرة أصدرنا أكثر من بيان ندعو جميع مكونات المجتمع المدني أن تنأى بالقضاء عن التجاذبات السياسية. في كل التجاذبات السياسية هناك أطراف تختلف، هناك من هو على حق، هناك من هو على باطل بدون شك. من يفصل في الملفات، من يحدد صاحب الحق، من يحدد المظلوم هو القضاء. مطلب اليوم ما تركز عليه وزارة العدل في كثير من البيانات في الفترة الأخيرة هو أن القضاء يجب أن يبتعد به عن التجاذبات السياسية والاجتماعية والشخصية. احنا في بعض القضايا نسمع تهديد من قيادات نقابية مهمة في البلد أنه إذا لم يتم الوصول إلى نتيجة إطلاق سراح شخص معين، أو إذا لم يتم إيقاف التتبعات في ملف معين، فإنه سنخوض أشكال نضالية معينة. في قضايا أخرى بالعكس، إذا لم يتم إيقاف شخص أو إذا لم يكن تشديد التتبعات تجاه شخص معين ستخاض نضالات. يجب أن يبتعد بالقضاء عن كل التجاذبات حتى نصل إلى الحقيقة. هذا ما يهمنا في الموضوع. كل هذه القضايا باش ما نظلموش سي صالح معنا. يعني سي صالح، أنتم كإعلاميين يعني كيف تتابعون
مجريات هذه القضية، خروجها للإعلام؟ يعني هل اللي قاعد صاير الكل يعني كيف تتابعونه ساعة إجمالا ثم سنعود للتفصيل؟ شكرا على الاستضافة. أنا أعتقد أنه مانيش معك سي محمد وقت تقول الإعلام تناول القضية، وين تشوف فيه الإعلام تناول؟ هنالك بعض المنابر الإعلامية اللي تناولت القضية هذه. هنالك لوبي إعلامي الآن حريص في تونس على أنه هذه القضية تموت تحت الأنقاض وما يسمع بها حتى واحد، وتسمع بها في القضاء، وفي القضاء باش يحاولوا يسكروا عليها بأشكال مختلفة. هنالك تهديدات لأطراف عديدة ألا تتحدث في هذا الموضوع. معناها فما اللوبي الإعلامي اللي قاعد يشتغل عنده أشهر عديدة في تونس لحرمان صحفيين من الكتابة، لطرد صحفيين من مؤسساتهم الإعلامية، لمنع سياسيين من الخروج في منابر إعلامية معينة، لمنع قضايا للخروج وللظهور للرأي العام التونسي، لإبراز قضايا دون قضايا أخرى، لافتعال مشكلات في تونس دون مشكلات أخرى، لإبراز بعض معناها بؤر التوتر على حساب بؤر توتر أخرى حقيقية موجودة في البلاد يفترض أن تطرح. إذا أعتقد أنه لما نشوف اليوم مساحة التي تغطي قضية الطيف اليوم في تونس، بقطع النظر نحن معاه أو ضد أو كذا، هذه مسألة قضائية، يعني أعتقد أنها هزيلة إن لم أقل أنها تعيسة، ولا تؤشر إلى أن نحب نبنيو إعلام في البلاد. بالعكس تماما، هنالك أطراف تتحرك مع المديرين المؤسسات الإعلامية الآن في تونس منذ أن انطلقت قضية سي شريف جبالي، وأرشيت أيضا مؤسسات إعلامية ومديرين ورؤساء تحرير وصحفيين لكي لا يتحدثوا عن هذه القضية. هذه المسألة اليوم يلزم الطرح في الإعلام التونسي. صحيح، ولكن أنا عندما تحدثت على أنه التناول الإعلامي، وسأعود بعدين مع السي شريف الجبالي، يعني هناك بعض وسائل الإعلام التي تناولت القضية ربما كما قال السي شريف في أحد التعليقات بهدف تخريبها. سنعود له سنعود معه بالضبط. في هذا. أنا هذا ما أردت أن نقوله، قلت لك يعني هنالك بؤر توتر يعني يسكت عنها وتختلق معناها بؤر توتر أخرى مفتعلة ولا قيمة لها في الحقيقة، وتصبح هي معناها المحل الرئيسي للحديث في الإعلام التونسي. سنعود لتناول الإعلام لهذه القضية. نرجع مع سي شريف الجبالي، نواصل معك أنه وصلت القضية لوزارة الداخلية، تم تهميشها إن شئنا، ثم كيفاش عودت أحيت القضية من جديد وعودت أثرتها حتى لين أصبحت اليوم تقريبا قضية رأي عام. التهميش ما بقاش يعني في حدود يعني ما سردت عليكم مع السيد وزير الداخلية آنذاك، يعني التهميش تواصل من بعد، لأنه من الغد وقع الاتصال به من إطارات الإدارة العامة للمصالح الفنية، حتى الاستقبال تم في مقهى. يعني كيف أنا نجيب لك إرساليات تتعلق بمتفجرات؟ يعني كانوا المفروض على الأقل كي يستقبلوني في وزارة الداخلية، استقبلوني في مقهى على ما يحبوش يعملوك استقبال رسمي أنت لواء؟ لا، الموضوع ما يتطلبش، وأني كي نبدأ قاعد جالس أنا في مقهى ويبدأ قاعدين بحذايا 20 واحد قاعدين يسمعوا في الموضوع يتحدثوا فيه وقاعدين يشوفوا في ورق قاعدة تجبد. يعني أنا نفهم مش معناها يعني كي نبدأ نتحدث في موضوع يتعلق بأمن الدولة. يعني في 3 مناسبات في 3 أيام متوالية اللقاءات كلها تمت خارج الوزارة في مقهى مع إطارات ما نحبش يعني نذكر تسميات، لكن حتى مستواهم يعني الوظيفي وكذا ما هيش إطارات عليا. يعني باعثين لي ناس يعني أنا نفسي كي كنت في الداخلية كانت رتبتي أعلى منهم. يعني المفروض كانوا ينجموا يبعثوا على الأقل يعني مدير باش يسمع، باش يفهم، باش يعرف يوجه سؤال، باش نيرو، باش نحاول نفسر له أكثر من هكا والأخطر من هكا. أنا نجي نمدلك إرساليات، أنا وقت اللي قدمتها مكتوبة. الإرساليات عندي في الهاتف الجوال، حتى حجز عملية الهاتف الجوال ما تمتش. هذه بالنسبة لي أنا ما تتعداش. أنا نسكت ما نقولوش بك ما حجزتش ما عملتش، لكن باعتباري أنا كنت نخدم في الأمن ورجل قانون، هذه تثير نقطة استفهام عندي. شكون قال لك الإرساليات هذاك مصحاح؟ رغم وأنا تحدث على عمليات صحيحة، حتى عملية حجز الهاتف الجوال ما قاموش بها. من وقتها أنا الإحساس اللي كان عندي وأنه التعاطي متاعهم كان غير جدي، لكن ومع ذلك وصلت معهم، قلت بالكش هذا أسلوبهم في العمل، بالأخص وأنه الإدارة هذه ما عنديش عليها حتى علم وما نعرفش طرق العمل نتاعهم. لكن تفاجأت في اليوم الثالث يقولوا لي وأنه الهاتف الجوال التونسي، علما وأنه الإرساليات جات هي 7 إرساليات، فهم إرسالية واحدة أرسلت من هاتف جوال تونسي والبقية من هاتف جوال فرنسي. يقولوا لي هاتف جوال تونسي هذا يرجع مركز نداء مغلق منذ 5 سنوات. أنا طرحت عليهم سؤال بسيط، قلت لهم حتى ولو مغلق عنده 5 سنوات يمكن التعرف على هوية صاحبه. قالوا لي ما أمكنناش. مخابرات بن علي اللي كانت تعرف المواطن التونسي كي طيب في داره ايش طيب بالضبط، تنجمش تطلع رقم هاتف جوال راجع لشكون؟
هذه ما ينجموش يحكيوها لي يعني، ينجموا يحكيوها لأي إنسان آخر إلا لي أنا وقت اقتنعت اقتناع يعني نهائي، وأنه الموضوع بالنسبة لهم هم تحسم، وما عندهمش حتى رغبة باش يفتحوا الموضوع. وممكن هما في 3 أيام هذوك متوصلوا النتائج يعني كبيرة ياسر، لكن لقاو أشخاص هما ما ينجموش يمساهم ولا ما ينجموش يقربوهم. هذا مجرد توقع أكثر لا أقل. وقتها أنا التجأت يعني السي سمير الفرياني، علما أنه من النهار الأولاني سمير الفرياني يعني في باله بالموضوع. قلنا نخدموا وحدنا، نحن في ثورة، والثورة راهي تعطينا زخم ما تعطيهولناش في الظروف العادية. يعني في ظروف ثورة نجموا نعملوا اللي نحبوا، نتصلوا يعني بأمنيين، نتصلوا بناس عندهم روح وطنية يحبوا يخدموا بلادهم. يعني واجب التحفظ عن سمير الفرياني بمقتضى ثورة الرفاع. بالنسبة لي أنا يهمني وأني نوصل للنتيجة في الإرساليات هذه. إذا كانت وصلنا كان وقتها يمكن مطروح عندي أني نبلغها للرأي العام حتى في منبر إعلامي. لكن كنا يعني هذه كانت أرواح يمكن تنقذ يعني وغيره يعني. وفعلا يعني هناك أرواح أنقذت لاحقا يعني، على الأقل كما نعلم الغريبة يعني كانت باش تسبب كوارث، لأنه كانوا يتحدثوا على الغريبة المتفجرات الموجودة هي ديناميت وقنابل، ويعني ماهيش مسألة هينة. يعني ماهيش مسألة عملية تصفية 1 ولا 2 صوابع محشي، يعني ديناميت وأسلحة يعني ماهيش فردية جماعية، وقنابل يد قنابل متطورة. يعني مسألة على غاية من الخطورة، علما وأنه ما صارتش الغريبة في السنة هذيك. ومن بعد ما انتهت الغريبة الأمن أحد أسباب أن ما صارتش هي المعلومات هذه. أنا اتصلت بسي رافع بن عاشور ويرحم والديه، يعني هو دخل وأقنع الوزير الأول، قال له السنة ما ثماش غريبة، ودخل الوزير الأول وقتها وألغيت. علما وأنه بعد أحداث الغريبة الأمن لقى متفجرات ولقى وسائل اتصال متطورة في جربة بعد ما مرت الغريبة. يعني اللي كنا نحكيه فيه كان صحيح. هل هنالك رابط، سامحني مش ندخل، هل هنالك رابط بينه وبين ما حصل في حي جلالة ولا شنو في جربة بعدين؟ ما عنديش هذا. حي قليلة مؤخرا نعرات أخيرة هو حتى ونوصلوا له الموضوع هذايا. أنا ولو أني باش نستبق الأحداث، أنا أقول وأنه الإرساليات اللي عندي اللي قاعد يصير حاليا هو تواصل الإرساليات اللي عندي، نفس منظومة الخراب اللي قاعدة تخدم من أول بداية الثورة هي نفسها اللي تخدم تو. طيب سي شريف، لو كنت تعطينا فكره على الارساليات هذه، انت كنت تحكي على صوابع محشي وكذا، يعني كيفاش كانت والله انا خاف لا نفجع المشاهد التونسي، اما راهي عمليات يعني فعلا يعني خطيره جدا. يعني انا قلت لكم الى حد الان 3. ثم عمليه تتحدث على ادخال اسلحه من السرس. هنا كي نقولوا السرس يعني السرس تابع ولايه الكاف. هنا ذهننا يمشي مباشره للعمليه اللي صارت يعني في الروحية ومقتل المرحوم يعني الطاهر العياري والجندي الآخر الله يرحمه. يعني كانت فيها معطيات على عمليات، وأنه ثم سلاح قاعد يدخل من عند أطراف أجنبية من المنطقة هذيك. وفعلا أثبت لاحقا وأنه ثم زوز أفراد دخلوا من الحدود الجزائرية مسلحين، تفطن لهم يعني سائق سيارة يعني نتاع أجرة وأعلم، وتمت يعني اشتباكات وتوفوا فيها زوز توانسة. لو كان وقع تعاطي جديا مع المعلومة هذه بالذات وحاصروا المنطقة وإلا سكرها وإلا حطوا نقطة قارة. لإعلاناتكم على قناة الزيتون.